انسي اي طريقة عملتيها للكنافة قبل كده وجربي الطريقة دي. هنعمل النهاردة الكنافة بالكريمة او بالقشطة، من غير فرن ومن غير ما نسقيها شربات، وهنسقيها النهاردة بقى بالحليب او باللبن. الطريقة بتاعتنا النهاردة سهلة جدا وجميلة ومش هتاخد معاكي وقت، والطعم بتاعها في منتهى الجمال، وان شاء الله النهاردة الطريقة هتعجبكم. ولو اول مرة بتشوفي قناتي انا مطبخ يسرا، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ويلا بينا نبتدي. اول حاجه هنا كده معايا ربع كيلو من الكنافه، ومزوده عليها كمان حته كده من الكنافه، وحطيتها بقى بتبيتيها يوم في الفريزر عشان تجمد معاكي كده. وبعد كده بقى هنفكها كده من بعضها زي ما انتوا شايفين كده شكلها. هنا بقى هنضيف كده معلقتين كبار ونص من السمنه وهسيحها. انا هنا سيحتها في الميكرويف، وممكن بقى تسيحيها على البوتاجاز عادي. هجيب بقى كده السمنه بعد ما سيحتها، وهبتدي ارش على كده وش الكنافه كده من فوق، وهبتدي ان انا هقلب بقى ايه الكنافه، هغلفها كده بالسمنه. والسمنه مش هناخدها كلها، هنسيب بيهم حبه، وهنشوف دلوقتي هنعمل بيهم ايه. هبتدي بقى ان كده اغلف الكنافه كده بالسمنه زي ما انتوا شايفينها، وهحطها بقى في الفرن، بس هحطها تحت الشوايه، مش هشغل الفرن، الشوايه بس. وبعد بقى ما حطيتها كده وطلعتها كده بعد حوالي كده دقيقتين، اخدت لون كده من على الوش، فانا ابتدي ان انا ابتدي ايه اقلب فيها كده زي ما انتوا شايفينها كده، عشان تاخد لون تاني برضو ويبقى كلها لون واحد. وابتدي افكها كده زي ما انتوا شايفينها اهي. وبعد كده هحط تاني عليها سمنة اهي. بصوا هغلفها تاني برضو بالسمنة، وادخلها تاني الفرن، واول ما هتبتدي برضو تاخد لون اطلعها تاني من الفرن من تحت كده الشواية، وبرضو ابتدي اغلفها تاني بالسمنة، وافكها كده من بعضها لحد بقى ما هتاخد اللون المحمر الجميل ده، اللون الذهبي كده بتاع الكنافة الحلو ده، وتبقى جاهزة معانا. هنا بقى هنعمل مع بعض الكريمة. كوبايتين من اللبن عليهم معلقتين كبار نشا ومعلقة من الدقيق، وما تخافيش الدقيق مش هيعمل لها ريحة ولا هيغير طعمها ولا اي حاجة، بالعكس بيبقى جميل جدا. وكمان هنضيف معلقة سكر كبيرة، وهنقلبهم بقى كده على البارد. وبعد كده هاخدها بقى على البوتاجاز كده، وبايدي بقى بالتقليب لحد كده ما هتتقل معانا زي ما انتوا شايفينها كده اهي. هنا بقى كان معايا معلقتين كبار كده من وش اللبن، ضفتهم برضو عليها، وممكن قشطة حسب يعني المتاح عندك، ومن غيرها برضو مفيش مشكلة. بس كده هتاخد لها غلوة واحدة واطفي عليها. بصوا بقى جمال الكنافة بقى بعد ما طلعتها من تحت الشواية بقى وخلاص وخلصتها وكنت بقى كل ما اطلعها اغلفها بالسمنة لحد ما اخدت اللون الجميل ده كده معايا. هبتدي بقى ان انا احط اول طبقة كده من الكنافة في الصينية، وهساوي بقى الصينية كويس من الحروف كده، والجناب بتاعتها اهيت زي ما انتوا كده شايفينها عشان تبقى متساوية معايا. وهنا بقى معانا كوباية من الحليب او اللبن الدافي، اهم حاجة تبقى دافية معاكي، وهنضيف عليها كده معلقتين كبار من السكر البودر. وانتي بقى حسب التحلية بتاعتك وحسب ما بتحبي تحلي الحاجة ازاي. وهقلبهم بقى كده كويس. وبعد كده هاخد بقى كده اللبن او الحليب، وهروح ارشه بقى كده زي ما انتوا شايفين كده، هرش كده الكنافة بتاعتي كده من على الوش. هرش بس كده عليها من على الوش باللبن او الحليب دوت لحد نص الكوبايه، وهنسيب النص الكوبايه التاني وهقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. اهي بصوا، الطريقه دي سهله قوي وجميله وان شاء الله هتعجبكم ومبتاخدش اي وقت. هنضيف بقى هنا مع بعض بقى الكريمه او القشطه بتاعتنا اللي احنا عملناها اهي، وبرضو هسويها كويس في الصينيه برضو كده. وما كلفتناش حاجة يعني، ولا السكر وعملنا بقى شربات ولا حاجة يعني، هو اللبن وبس، بس بصراحة في منتهى الجمال. هنا بقى هنضيف كده طبقة الكنافة التانية من على الوش كده، وهسويها برضو اهي زي ما انتوا شايفين كده. ضفتها خلاص، ابتدي بقى ان انا اسويها زي ما سويت كده الطبقة الاولانية اهي. وهبتدي بقى ارش عليها كده من على الوش سكر بودر برضو، هنا كان عامل كتل كده.
رشي برضو حسب ما انت ايه ما بتحبي برضو كمية السكر معاكي ايه، والتحلية بتاعتك تبقى ايه. هنا بقى معايا نص الكوب كوب الحليب اللي باقية من كوباية الحليب او اللبن اهي. هبتدي بقى ان انا ارشها كده على وش الكنافة من فوق، وبعد بقى ما رشيتها هبتدي كده هرش سكر تاني. وبكده بقت جاهزة صينية الكنافة بتاعتنا النهاردة اللي هي بالقشطة او الكريمة. بصوا بقى جمال الصينية عامل ازاي، وبصوا الكريمة في النص جميلة ازاي. انت بقى ايه ممكن بقى تستني عليها يعني شوية كده لحد ما تمسك كده في بعضها، وتطلعي كده القطعة يعني تطلع كده هو زي ما هي. ممكن انا بقى استعجلت شوية عليها وقطعتها على طول زي ما انتوا شايفين، بس برضو طعمها في منتهى الجمال ورهيبة حلوة قوي. انا عايزاكم بقى تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي ايه رأيكم فيها، واستنوني في فيديوهات جديدة.